الرياضة، أهلا بكم. حكيم زياش تيعبر على سعادته رفقة غالاتا سراي بعد ما استعاد تألق والازدهار ديالو رفقة ناديه التركي. يوسف النصيري تيغادر منافسة دوري أبطال أوروبا مبكرا بعد ما انهزم فريق إشبيليا في آخر مباراة ليه أمام إندهوفن بمشاركة إسماعيل السبادي. الدولي المغربي السابق مهدي بن عطية مدير رياضي الفريق أولمبيك مارسيليا بشكل رسمي. بالعودة لحكيم زياش صرح لأحد المواقع الهولندية بأنه وجد السعادة ديالو من جديد رفقة نادي غالاتا سراي التركي، وعبر على إحساسه بالمتعة هو تيمارس كرة القدم مجددا، وإحساسه بأنه زياش القديم بعد ما تألق أمام مانشستر يونايتد وسجل هدفين من ركلة حرة، وساهم في الهدف الثالث بتمريرة حاسمة وحصل على جائزة رجل المباراة، كما أنه سجل للمرة الثانية على التوالي أثناء مشاركته أساسيا في مباراة بالدوري التركي. أما بخصوص فريق إندهوفن بمشاركة المغربي إسماعيل السباري قضى على الآمال ديال إشبيليا بوجود يوسف النصيري اللي سجل هدف، لكن ما كانش كافي بحيث أن الفريق الإسباني تعرض للهزيمة، وهو الشيء اللي تيخليه يغادر منافسة تشامبيونز ليغ بشكل رسمي في حين تأهل فريق إندهوفن الهولندي. والختام بنادي مارسيليا اللي اعلن بشكل رسمي تعيين المدافع المغربي السابق مهدي بن عطية مدير رياضي للفريق، وتفاعل نجم المنتخب مع هذا الخبر وعبر على سعادته والفخر ديالو بالانضمام للفريق اللي لعب ليه سابقا. كانت هذه ابرز الاحداث الرياضيه، شكرا على حسن المشاهده.